هذه الحيلة تجعل اللحم يذوب في فمك مثل الزبدة. لنبدأ. ضع 150 غراما من الزبدة غير المملحة في مقلاة، ثم أضف 50 ملليلترا من زيت الزيتون. الآن خذ كيلوغراما واحدا من اللحم البقري، قطعه إلى شرائح صغيرة وشوحه في خليط الزبدة. في نفس المقلاة اقلي شريحتين من البصل المقطع و3 فصوص من الثوم المهروس. أعد اللحم إلى المقلاة، تبله بملعقة صغيرة من الملح، رشة فلفل أسود، ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة، ملعقة ونصف من الخردل، و40 ملليلترا من صلصة الصويا. ثم أضف 100 ملليلتر من الماء. اتركه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. اقطع 4 حبات كبيرة من البطاطس، اسلقها حتى تصبح طرية، ثم أهرسها مع 50 غراما من الزبدة و50 ملليلترا من الحليب الساخن و100 غرام من جبن الشيدر مع القليل من الملح والفلفل. نعود إلى اللحم. اخلط 50 غراما من النشا مع 100 ملليلتر من الماء، ثم أضفه إلى المقلاة. أخيراً زينه بالبقدونس، وهكذا. ما رأيكم في هذه الوصفة الشهية؟ نلتقي في الوصفة القادمة.